هو معنى ان انت صاحبي من الطفولة بقالنا 30 40 سنة، ومعنى ان انت مراتي ام عيالي، يبقى كل الحواجز ملغاة واقول اي كلام في اي وقت؟ لا 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 لا، مفيش حاجه كده. لا ممكن اتكلم في اي موضوع، بس الطريقه هي اللي منضبطه. من حق اتكلم مع شريكه حياتي في اي موضوع، من حق اتكلم مع واحد صاحبي بقالي فتره طويله بعرفه في اي موضوع، لكن ده مش معناه ان الطريقه مش مهمه. بالعكس، ده كل ما كان الانسان ده اقرب لي اكتر، كل ما لازم اهتم وافكر هتكلم معاه ازاي، ايه الطريقه اللي تناسبه، هل التلميح، هل احكي له قصه فيها المضمون. يعني عايز اقول لمراتي ان انت نكديه، ما دي جمله تقيله بس دي وكل حقيقه. ما برجع من البيت بتفتحي بلاقيك لي مكشره الهم. وانا بجد بتضايق، وانت بجد بتهولي المواضيع اكتر من اللازم، ودي حاجه لا تطاق. انا عايز اقول كده، ده اللي جوايا، بس مش هقوله كده. هقول حاجه تانية خالص. هقول ان يا اما هتكلم عن ان انت كنتي في اليوم الفلاني ضحكتيني قوي، او لما حصل كذا ضحكت قوي معاكي، فابدا اشاور لها على الجزء اللي هي ساعات فيه بتكون مرحه. يا اما احكي قصه ان في ناس عندها مشاكل، ان شريكه حياته عندها طول الوقت بتشتكي، طول الوقت مكشره، فتبدا هي تفكر هو انا فعلا بعمل كده؟ هو انا فعلا القعده معايا دمها تقيل؟ هو انا فعلا بقول كلام تقيل؟ لما بعمل كده انا بلفت نظرها بشكل غير مباشر. قبل الجواز كنا بنعرف نقول كلام حلو، بعد الجواز مش عارفين نقول كلام. الاهتمام. الانسان كل ما بيقرب من حاجه كل ما بيقل اهتمامه بيها. لان انا كان نفسي جدا اوصل الاسكندريه اقعد يومين، فقبل ما اوصل اسكندريه انا متحمس وبحضر الشنطه وسايق بسرعه وعايز، اول ما وصلت اسكندريه خلاص انا وصلت، فاهتمامي باسكندريه قل بقى، خلاص انا في اسكندريه اهو. الاهتمام اول ما بيقل بيخلي الناس ما تتكلمش كتير، خلي بالك. بس هو العبره مش بالكثره، انا ممكن اتكلم قليل. لا يعني انا مثلا وانا واحد خاطب واحده هيقعد يتكلم معاها في التليفون ساعه وساعتين وثلاثه في اليوم، هل منطقي وعقلاني لما يتجوزها هيقعد يعمل كده؟ اكيد لا. الإجابة لا. هيقلل الجرعه، بس المهم ان الجرعه لما تقل على مستوى الكم، مش على مستوى طريقه الحوار الراقيه، طريقه الحوار اللي فيها تفاهم. قلل حجم الحوار مفيش مشكله، بس خلي الحوار اللي انت بتتكلم فيه ده كلام حلو وظريف ومرتب ويراعي احتياجات اللي قدامك وتراعي فيه توقيته وتراعي فيه كل حاجه. هل في حاجة في الكلام اسمها تمارين؟ يعني اتمرن اتكلم ازاي؟ طبعا. ولا ده وانا رايح اشتغل بس؟ لا طبعا، اتمرن انا اول حاجه لازم اعرف ان كل كلمه انا بقولها وكل كلمه بسمعها بتحدث عندي استجابه عصبيه. يعني ايه استجابه عصبيه؟ يعني يا بفرح يا بزعل يا بغضب يا بطمن يا بقلق. اي كلمه الانسان بيسمعها لازم تحرك جواه مشاعر بشكل معين. طيب كويس، قبل بقى ما اقول الكلام اتخيل ان حد بيقوله لي. يعني اتخيل ان حد دخل عليا قال لي انت دمك تقيل. طيب ده انا كنت داخل دلوقتي اقول لفلان دمك تقيل، طب ولما حسيت ان انت سمعتها، فابدا ادرب نفسي اني استخدم التلقي عشان اقول، بدل ما انا دلوقتي هقول الكلام كده في دماغي وخلاص، لا اجربه على نفسي الاول. دي واحده من التدريبات. نوع تاني من التدريبات ان انا قبل ما اتكلم اعمل حاجه اسمها وقت، مكان، حجم. وقت الكلام اللي هتكلم فيه مناسب ولا لا؟ التوقيت ده دلوقتي مناسب ولا لا؟ المكان اللي هتكلم فيه ده دلوقتي مناسب ولا في ناس قاعده ملهاش لازمه والاحسن ما يحضروش الكلام ده وما يسمعوش حتى الهزار بيني وبين فلان قوي؟ وحجم، هتكلم لمده قد ايه في المواضيع. في كلام يخلص في جمله، وفي كلام يحتاج جملتين، وفي كلام يحتاج 5 دقائق. في كلام لما بتختصره بيبوظ، وفي كلام لما بتسهب فيه وبتطول فيه بيبوظ.